على قبره ماء فصاحبه معطش ما بللوا أحشاه بالقطر لا تغسل الدمع عن أطراف لحيته يخلوا عليه خضاب الشيب الكبر يا راجعين أين السبايا قاصدين بها أرض المدينة ذاك المربع الخضري قل أخوي جينا وعلى قبرك قعدنا نخيلك يا عزنا وضمدنا ما هي بناس بنمشي وحدنا كنت غايبة وهالسالفيتك وربعين لي أنا فارقيتك كل ظني عدل وانا اعتميتك زينب شافت قبر الحسين بهاي الايام صاحت بالله نجدك ماي شربته يا دفا بخيت قلب لا دفنت حسين بالله يا حفار القبر والسعبان قبره وسحب البجبده من تجار برام جره بنتنزل بهذا ترى مكسور صدره أين الصارخون وحسينا بالمعركة العام عليه الخيل بيدا بالله يا حفار القبر وسع بشانه وبهداي عن راس القلب دشل حزانه قل له اخيتك شبعت مذله قل له اخيتك شبعت مذله ومهانه انتم الان زوار الحسين بحرم امير المؤمنين بالنجف الاشرف وبهذا المكان الطاهر مكتبة الامام الحسن وقبر الشيخ آية الله الشيخ باقر القرشي وتتوجهون للامير المؤمنين تقولوا له ابا الحسن يا علي عودنا كل سنة وكل عام على زيارتكم تقولوا للأمير المؤمنين سيدي يا أبا الحسن يا علي يا علي يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء عريان يكسوه الصعيد وملابسا أبديه مسلوب اللباس مسربلا ولصدره تطأ الخلود أين الصالحون وحسينا أكو بيتين شعر هواي مهمات يخاطبون بها الإمام علي قلوا لا أثر نقعها فحسين قضى وغلة أحشاه لم تنقعي إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي يا أبا الحسن يا علي يا أمير المؤمنين الحسين كأنما يقول لزينب يا زينب انت امي انت ابويا انت جدي وعائلتي احضنيني بقوة يا اختي حان موعد ذبحتي الله
انتم ما شاء الله بالاحساء القطيف في كل المنطقه الشرقيه مجالسكم عابره كل السنه، لكن فرق انك تبكي هناك وانك تبكي يم امير المؤمنين، هاي لها وزن كبير وعظيم. تذكرين ابن البتوله والاضلاع مكسره وطبرتي المحراب والسوت بهامة حيدر وجبد اخونا الحسن يختي بالطشيت متنثره. اسمحوا لي وانت شفتي الشمر يختي بسيفه يقرا. اعظم مصيبه يا زينب من هسايل مدمعي ما هي من ذبحة اخواني اولاه يختي بمصرعي. وين ابو علي ماني متصور يا زينب تدخلي لي اغلب دعي يشتم قبالك ابونا يظل يهشم لذتي. انت امي انت ابويا انت جدي وعائلتي حلليني يا خليصات عمري وبريد. اذا الحسين هالشكل يقول زينب شنو تجاوبه؟ انت جدي انت ابويا انت روحي ومهجتي قوم ضمني قوم ردني قوم نشي دمعت. اين الصارخون وحسيناه؟ عاد الحسين يقول لزينب اعظم مصيبه عندي ان بنات رسول الله يدخلوهن على يزيد. هي هم قالت لاخويا ما كانت على الباب اطب المجلس وبزنود الاحباب وراسك بنطشت وتشوف العيال وبيد السواد ويوسم المبسم. وحسينا الله مصدر الظلم والجور على اهل البيت من ذاك اليوم. يا يوم واريتكم ان الحسين اصيب من يوم السقيفه، من اليوم اللي عصروا به الزهراء بين الحائط والباب. يا زهراء نخاطب امير المؤمنين نقول له سيدي خصك الله بكل علم دون الاصحاب وصرت تعلم بالحضر عندك وغاب يصير ما تدرج جرب عتبة الباب. اخبرك محسن سقط بعتاب. هذاك ابيات احب اقراها. فالحوارية بين عبد الله الرضيع وبين عمه المحسن الذي اسقطته فاطمه بين الحائط والباب. الرضيع يقول للعم المحسن يا محسن عاين احوالي رضيع واذبح عطشان كانك ماضي اكفاني ومني سلبه والاكفان. يا محسن لا تعاين ام جنوح صاب حسين جف اللبن من صدري ارضعها الولد من وين. انا ما بعيني دمع والماء ورضعه من دموع العين ما رواني يا عمي غير السهم من الماء. يجاوب المحسن اسمع الصدى يقول له يا عبد الله اذا الحسين سمع امك وليها ثار انا ام القطب خدها وانا اتحرك على الكرار. اسمع واذا صدر امك تيبس بصدر امي نبت بسمع واذا مصابك صعب حمله مصاب يشيب الرضعه
يا عبد الله واذا انت لمحت امك وابوك وجملة الاحباب انا ما شفت حتى امي وقع راسي على الامتار، وبعد ما صدري يتهشم ويا ضلوعها بالباب هويت من الرحم مجنون غصب من رفسة الخوان. يا عبد الله حاطتني مصايب تدمي الناظر، سمعت بدارنا هجمة وانا بالعالم الاخر، سمعت ام البتولة تصيح وقفوا مع ليساتي، ولم الرفسة في صدري والى اليوم الصدر وجعان. الله انتم ما شاء الله زوار الحسين اللي راح فيكم مشي، اللي راح منكم مثلا بالسيارة، بالنتيجة انتم زوار الحسين ذهبتم الى الزيارة توفقتم الى الزيارة، انتم طول الطريق اكو مواكب بخدمتكم وفراش فارشين طعام يقدمون، بس بنات رسول الله اجا للكربلاء لا احد قدم لهم طعام، لا احد فرش لهم الفراش، اين الصالحون وحسينا؟ بعد احرق قلبك على امامك اكثر. انتم الان كلكم اخوان اصدقاء ابناء مدينه واحده، يعني واحد يحب الاخر ورحتوا الى الزياره وياكم اصدقائكم احبائكم، بس بنات رسول الله راحوا للكربلاء ومعهم شبر بن ذي الجوشن، تقول مشيت درب الماء مشيت او ذباحه خيره فقير، وصلوا الكربلاء انتم شايفين هذه الناقه ايش قد عاليه، زينب ما انتظرت حتى تناخ النيام بل رمت بنفسها من على ظهر النار. سابقا اهل النجف يسمون زيارة الأربعين زيارة مرد الرؤوس، يعني رأس الحسين رأس العباس رؤوس أهل البيت رؤوس أصحاب الحسين كلها رجعها الإمام زين العابدين إلى القبور في يوم الأربعين. يعني ظاهر الحال الإمام زين العابدين فتح قبر أبيه الحسين، زينب نظرت إلى أخيها جثة بلا وويلات قل أخويا لا تنام وسط اللحد لا تنام اقعد ترجيتك من الشام. زينب يم قبر الحسين شو تقول له للحسين؟ تقول له ابا عبد الله انا ما عندي غيرك، كل اهلي راحوا وانت خامس اهل الكسار. احنا هم نقول له للحسين ابا عبد الله ما عندنا غيرك، دنيا واخره ما عندنا غيرك، لا تنسانا. من ذاك اليوم حمزه الصغير ايش قال؟ احنا غير حسين ما عندنا وسيله والذنوب هواي جفتها ثقيله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا، احنا غير حسين عندنا وسيله. فزينب وقعت على قبر الحسين شو تقول له زينب؟ مالي غيرك يا عزيز ام الزكيه ابو علي، مالي غيرك يا الجنيد خيمه علي، مالي غيرك سكنه ما شربت ميه، مالي غيرك بالدرب ماتت رقيه، خلنا نشوف غيرتكم على هذا البيت، مالي غيرك الناس تتفرج عليك. زينب
زينب ذيك الساعة قامت تحكي للحسين، قل له أبا عبد الله أنت قبل تاخذني القبر أمي فاطمة، أنت وأبويا علي وأخويا الحسن تحفون بي، واحد على اليمين واحد على الشمال، بس أبا عبد الله الآن أنا التفت على اليسرى واليمين، لا عباس يمراني ولا حسين. كنت ذا أنوي زيارة الزهرة وأبوي ياخذني ويمسح العبرة، ظلي وطولي انت للسترة، خايف علي حتى من نظرة، ومن عقب عينك منه يأويني، بشوفتك خويا تعودت هلا بشوفتك خويا كان يسموني ام الخدر زينب، وتالي بالمجلس انظر وابسم عالهزل خويا ترضى اتركه، وكل هلي يروحون وانا اتعذب، كل هلي يروحون ما حدا يجيني، بشوفتك خويا تعودت هلا بشوفتك خويا عالهجر ما اقدر يا ابو اليمه، دنيتي بعيني صارت مظلمه، شمل من بعدك يا اليمه، والهدم بيتك الله ليس ابو علي، ارجع لبيتك تكفى داريني، بشوفتك خويا تعودت. الله يرحم شيخ هادي الكربلائي خطيب الصحن الحسيني، ذيك الليله لما مات شافوه بالمنام قال لهم كل مصائب الحسين ذكرتها بس هذه ما ذكرتها. قالوا له شنو؟ قال لهم زينب لما اجت القبر الحسين هالشكل خاطبته، قالت لا اخبرك يا اخويا راح الحجاب. ثم قامت زينب تلتفت يمينا وشمالا، صاحت قوما يا الحرم قوما مشينا لعند اللي تكفلنا منها. ابو فاضل ان شاء الله حوائجكم مقضيه بحمد العباس. زينب من قبر الحسين القبر العباس، الله وحده يعلم كم مرة راحت وردت. لذلك الإمام زين العابدين ما أبقاهم إلا 3 أيام. جابر الأنصاري قال له سيدي ليش ما تبقي العائلة مدة أطول؟ قال إذا بقيت عمتي زينب فإنها تموت. أقبل عليها قال عم قومي بنا إلى المدينة، صاحت شقل اللي يناشد لي من النار، اخوك حسين وين وين؟ اقول حسين ظل جثه بلا راس، وعباس انه في القطعه ويمين. يقول زينب وهم جاي يطلعون من كربلاء شافت فالطفله منحازه عن النساء والاطفال، اجت ليها واذا بها حميده بنت مسلم بن عقيل. حميده عمه ليش انت هنا؟ صاحت عمه هذا الهضمني وزاد همي، بس قبر ابوي بعيد عني، فالضحوية فقدت ناسي وهلي، كان لعبت فاطمة ولابت
قالت لها عمه انت يا ابوك بعيد عنك، انا ابويا علي هم بعيد. تعايم قبر الحسين هو ابونا، يقول قعدا يما ابو اليمه ينحبه، سكنت عدد الهن وهن يبجى، الرباب تصيح والله حال الضمير، يا ينتنعي سكنه ولا هي فتري. كلمة الدعاء. انتم الان اهلكم ينتظرون رجعتكم بالسلامة وان شاء الله توصلون بالسلامة. هناك اكو بدار الحسين طفلة مريضة عليلة اسمها فاطمة تنتظر جية ابوها الحسين بالسلامة وعمها العباس. شو رجعت عمتها زينب لا حسين ولا عباس، اجت زينب حطتها لهاي الطفلة. ليش الطفلة ما عرفت هاي المرأة منو؟ لأن زينب غيرتها المصائب. بجت زينب وقالت يا عيوني أشوق لكم بعد ما تعرفوني، يا عم الدهر والله ما نصفني، شهرين اللي ما نشف جفني، واللي كسر قلبه وهضمني شنو؟ عمك محمد معه، يا عم بيد البيت عدلته وفرشته، ولا ابوي جاني ولا اخوتي ولا عم شفته، قالوا ابوك حسين عود من سفرته، وانا يا عمه وهل اشوف انك حزينه، يا الله فرج عنا.